كلنا سألنا نفسنا وسألنا أهالينا السؤال الوجودي ده، أو في طفل صغير سألنا السؤال ده: هو احنا ليه بنروح المدرسة؟ وصحيح يا أخي، احنا ليه بنروح المدرسة؟ ليه بتصحى من عز النوم في عز التلج عشان تروح المدرسة، وترجع مفرهد في عز الحر وانت راجع من المدرسة، وممكن ما تتعلمش أي حاجة ويبقى التحصيل في يوم الدراسي كله صفر، بس لازم تروح المدرسة؟ طب ليه؟ هي الإجابة لو كانت علشان تتعلم فالإجابة دي غلط، وكانت تنفع في وقتنا لما ما كانش فيه سبيل للتعليم غير في المدرسة والكتب والمدرسين، وكان المدرسين لسه فيهم بواقي ضمير وبيعلمونا حاجة. أما دلوقتي إحنا والأطفال في زمن نقدر نتعلم من غير ما نتحرك من مكاننا أساسا، مش بس من البيت، لا إحنا ممكن ما نتحركش من السرير ونتعلم عادي. طيب هتكون إجابتك إيه بقى؟ عشان كل العيال الشاطرة بتعمل كده؟ طيب هيرد عليك الطفل يقول لك: لما هم شاطرين عايزين المدرسة في إيه؟ ما هم شاطرين وعارفين كل حاجة، بيروحوا يعملوا إيه في المدرسة؟ وبعدين بقى يا سيدي اعتبرني مش شاطر وجاوبني انا بالتحديد ليه بروح المدرسه. اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومه من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. طبعا انت ما عندكش اجابه، وانت نفسك ما كنتش عارف انت بتروح المدرسه ليه، بس انت في وقتك ما كانش في مكان تتعلم فيه غير المدرسه، والكتب حتى اللي هتقراها ما كانتش متاحه غير في المدرسه، زي الكتب اللي بنستلمها أو مكتبة المدرسة. ففعلا كانت المدرسة شيء مهم بالنسبة لنا، وكمان كانت الكتب الدراسية زي ما قلنا مش متاحة غير من المدرسة. يعني على وقتنا احنا كان فعلا سهل تقول للطفل انت بتروح المدرسة عشان تتعلم، لكن دلوقتي لو قلت للطفل انت رايح المدرسة عشان تتعلم هيدخلك في ثقب اسود من الأسئلة الوجودية، وصدقني هتتهان. فقبل ما تتسأل تعال اقول لك هتقول له ايه. اولا زي ما قلنا احنا دلوقتي في زمن ممكن نتعلم كل حاجه من غير ما نقوم من مكاننا اساسا، مش بس نخرج من البيت، انت في الحمام تتعلم كل حاجه. وحتى لو الطفل اصغر منك بكتير دلوقتي فهو بقى بيعرف حاجات انت في سنه كنت بتحتاج سنين ضوئيه علشان تعرفها. وفعلا احنا كنا اكثر براءه من الاجيال الحاليه، وعلشان كده العيل دلوقتي بتلاقيه لمط جدا وفاهم حاجات اكتر مننا بكتير لما كنا في نفس سنه تقريبا. واحنا في سنه احنا ما كناش نعرف نوعنا ايه اصلا، ان كنا ذكر ولا انثى. طب هنقول له ايه علشان تاخد شهاده موثقه؟ طب ما كل الناس او معظم الناس بتاخد شهادات وما بتشتغلش في مجالها، وحتى اللي بيشتغلوا في مجالهم بيلاقوا اللي بيدرسوه في المناهج حماده وارض الواقع حماده تاني خالص. طب خلصينا بقى، بيروحوا من المدرسه ليه؟ انا زهقت وانا وربنا. اولا كده المدرسه دي نموذج صغير للحياه، لان المدرسه فيها كل الانماط البشريه وكل الاشكال البشريه اللي احنا بنقابلها في حياتنا واحنا كبار، وفيها كمان سعي وتنافس، وفيها عمل علشان يحقق مكسب وخساره، وفي تدرج للسلطه والمسؤوليات. يعني اللي كان بيقف على الفصل كان بيحس نفسه مأمور الاسم. وكمان الطفل هتحصل بينه وبين اصحابه مشاكل، فسيبوه يحلها وسيبوه يحل مشاكله بينه وبين اصحابه بنفسه. طبعا انت بتقدم المشورة ولكن مش بتفرض رأيك عشان ما يعتمدش عليك. وتالت حاجة بقى، هو هيعرف ازاي هو مميز في ايه او ايه نقط ضعفه لو ما قارنش نفسه باطفال من سنه. اي حد فينا بيحب يقارن نفسه بالاخر، سواء بقى الاخر ده انجح منه او افشل منه، المهم ان هو لازم يشوف في الحياة نماذج غيره عشان هو يعرف يحكم على نفسه ويقيم نفسه ويعرف هو واقف فين في الحياة بالظبط. هيعرف منين يعني اذا كان متفوق في علم معين ولا لا اذا ما شافش اللي متفوق اكتر منه او اللي افشل منه في نفس العلم؟ وهنا مقارنته لنفسه بزمايله هتديله الحافز، يا اما ينجح ويبقى فخور بنفسه او يلاقي نفسه اقل فيحاول ويجتهد عشان يبقى اكثر كفاءة. ويجي كمان دور المدرس اللي بيقيم تربيتك انت لطفلك، لأن إما بينتقد طفلك وتربيته يا إما بيثني على تربيته. فدور المعلم هنا على افتراض يعني إن المعلم ملوش أي أهداف مادية ومش عاوز العيال تروح تاخد عنده درس، ولا هيقطعه فشكرة على نصين ويرجعه لك زي إيهاب أشرف. فالمعلم هنا هيكون عين تانية بتقولك أنت ربيت إزاي، أنت ربيت صح وسلوكيات طفلك صح، ولا في أخطاء وسلوكيات طفلك فيها أخطاء محتاجة تتعالج. كل ده مش هنعرفه غير من المدرسة. وكمان سيكولوجيا بقى، لو الطفل ما خرجش وعمل اجتماعيات في المدرسة وفي النادي وفي الحياة وهو صغير هيطلع انطوائي ومتوحد حتى لو كان عبقري، ودي أصلا صفات العباقرة. ونيجي بقى النقطة تانية، لو الطفل ما درسش كذا علم اللي بتوفرهم المدرسة هيعرف ازاي شغفه بعلم معين، هيعرف ازاي هو بيحب التاريخ ولا الفيزياء ولا الكيمياء
ولا المحاسبة؟ هيعرفها ازاي؟ وهيعرف ازاي ان هو بيحب علم معين عن علم تاني؟ لازم يدرس كل العلوم ان جنرال علشان يعرف هو بيحب ايه، وده مش هيتوفر له غير لو اتفتحت قدامه كذا سكة للعلوم. وطبعا بما انه طفل وانت هتسيبه طول اليوم على النت، فهو مش عارف سكك العلوم، وهيتفرج للأسف على كرتون كله إيحاءات دلوقتي بتبوظ الأجيال، وكلنا عارفين الكرتون بقى فيه إيه، وياريت تخلوا بالكم منه. وهو لو اتساب منه لنفسه هو مش فاهم هو بيدور على ايه، وعمره ما هيروح منه لنفسه على الحاجات العلميه، هو هيروح للهو وبس بحكم سنه. لازم يتوجه كمان ان الطفل يروح للمدرسه وهو في سن صغير ويفارق حضن امه وابوه، ده بيعلمه نوع من انواع تحمل المسؤوليه، وبتجهزه لان انت بكره وبعده هتبقى لوحدك اصلا في الحياه من غير وجودنا ومن غير دعمنا كمان. كل العيال بتعيط وهي في اول ايامها الدراسيه، وبعد كده بتبقى مبسوطه في المدرسه وبتتعود على انها تخرج من حضن ابوها وامها، لان ده الطبيعي. احنا ما اتولدناش عشان نفضل في حضن الاب والام، احنا اتخلقنا علشان ننتشر في الارض، واول انتشار الطفل هيعمله هي انه هيروح المدرسه او الحضانه. كمان ربنا حسنا ان احنا نتعلم لانه ميزنا عن سائر المخلوقات بنعمه العقل، وده مش بدون سبب اكيد. ولكن بما انه طفل صغير مش هنقول له كده، لان زي ما قلنا هيقول لك طب ما انا اقدر اتعلم وانا قاعد في البيت، ولكن في الحقيقه هو مش هيتعلم اي حاجه وهو قاعد في البيت. مع ان علماء كتير من اللي اثروا في العالم زي نيوتن واينشتاين سابوا المدرسه، بس دول استثناء القاعده مش القاعده نفسها، ومفيش دنيا بتمشي على الاستثناء، الدنيا بتمشي على القاعدة، والقاعدة لها استثناء. العلماء اللي أناروا العالم دول استثناء للقاعدة مش القاعدة خالص. وأخيرا الطفل لو ما تعلمش من صغره يصحى ويقوم عشان يروح المدرسة، فمستحيل تعلمه الالتزام مستقبلا في أي شيء، لا في شغل ولا جيش ولا حياة ولا ارتباط، لأنك سبته على راحته من طفولته، ومستحيل تقدر تغير طبعه على كبر. حتى لو كنت ساري وهتشغله في شغلك الخاص، مش هيقوم الصبح يفتح المحل ولا تجارته ولا أكل عيشه. ولحد كده خلص موضوعنا، واتمنى تدعموني بلايك وكومنت حلو زيكم كده، وما تنسوش تشتركوا في القناة. وبس كده، وسلام عليكم.